يدعى هذا الطفل برشيد اليزمي. هو مغربي من مدينة فاس، كان مولعا بحبه لكرة القدم، إلا أن شغفه لم يمنعه من التفوق في دراسته. والأخير وهو الأستاذ فرنسي، واحد النهار قال لي، نظرني في عيني وقال لي: أنت رشيد ستكون باحث في الكيمياء. ولد رشيد في مدينة فاس المغربية عام 1953. ترعرع ودرس فيها حتى سن الثانوية، حيث حصل على شهادة البكالوريا. ثم سافر إلى فرنسا عام 1972 لاستكمال مسيرته الأكاديمية والعلمية هناك، والتي ستكون البداية لسطوع نجم المخترع المغربي رشيد اليزمي في العالم كله. التحق بالأقسام التحضيرية لكليات الهندسة الكبرى، مما مكنه من ولوج جامعة غرونوبل للتكنولوجيا في فرنسا. كانت أطروحة الدكتوراه الخاصة به حول إيجاد حل لشحن بطارية الليثيوم، والتي لم تكن قابلة لإعادة الشحن قبل ذلك. وللتذكير، فبطاريات الليثيوم عبارة عن وحدات تخزين للطاقة، حيث تشحن بالكهرباء، ثم تبدأ في التفريغ عند الاستعمال، ثم يعاد شحنها مرة أخرى. فأبحاث الدكتور المغربي في الليثيوم عملت طفرة كبيرة في حلول تخزين الطاقة، ومهدت لثورة في الأجهزة الإلكترونية والكهربائية التي تستعمل في حياتنا اليومية. ولسوء الحظ، كان اختراع الدكتور رشيد سابقا لعصره، حيث لم يكن العالم قادرا على فهم أهمية الاختراع في تلك الفترة. فعندما قدم الدكتور رشيد تقارير بحثه للحصول على براءة اختراعه، لم يتم الموافقة عليه بحجة أن هذا الاختراع غير مهم ولا يحمل مستقبلا واعدا. لذلك نشر بحثه كورقة علمية فقط في عام 1982. أن العملية نجحت، كنت باغي ناخذ براءة، كتبت تقرير من أجل طلب براءة، ولكن مع الأسف ما كملتش، لأن هناك واحد الشركة فرنسية قالت بأن هذا الاختراع ما عنده أي مستقبل. إذن عوض أن نأخذ براءة، كتبنا ورقة وانتشرت، نشرناها في 1982-1983. وبعد أكثر من 8 سنوات، تلقى الدكتور رشيد مكالمة هاتفية من مدير البحث العلمي في شركة سوني اليابانية، يدعوه لزيارة مقر عملهم، حيث رحبوا به بحرارة شديدة. وأبلغوه مفاجأة حصرية، وهي أن الشركة ستصدر أول بطارية ليثيوم قابلة لإعادة الشحن، والتي ستعتمد بشكل أساسي على بحثه الذي نشره منذ سنوات. أسعده ذلك كثيرا، لأن اختراعه وجد أخيرا اهتماما، لكن في نفس الوقت حز في نفسه عدم تسجيل براءة اختراعه، والتي كانت ستجلب له ثروة وفيرة. شوية زعلان. أنا قلت لو كان عندنا هذيك البراءة لما أخذوها مجاني. انتقل الدكتور رشيد إلى أمريكا ليعمل في ناسا وكلتيكا معا. حقق معهم العديد من الإنجازات، كان من أهمها العمل على تصميم بطاريات للمركبات الفضائية التي ستعمل على كوكب المريخ. كما سجل معهم أكثر من 120 براءة اختراع وأكثر من 200 بحث علمي. ثم في عام 2010 انتقل إلى سنغافورة، حيث تولى منصب مدير أبحاث الطاقة المتجددة في أكبر جامعة فيها. حصل الدكتور المغربي على عدد من الجوائز من جميع أنحاء العالم، تقديرا لإنجازاته التي أحدثت ثورة في العديد من المجالات. كانت الأهم بالنسبة له جائزة تشارلز دريبر التي حصل عليها عام 2014 من الأكاديمية الأمريكية للهندسة في بوسطن، والتي تعتبر كجائزة نوبل للمهندسين. وكذلك الوسام الملكي للكفاءة الفكرية الذي قدمه له الملك محمد السادس في نفس العام. في السنوات القليلة الماضية، عاد الدكتور رشيد اليزمي إلى الاستقرار في المغرب، حاملا معه كل تلك التراكمات والخبرات في مجالات الطاقة وتصنيع بطاريات الليثيوم والسيارات الكهربائية. فبدأ بإنشاء مركز أبحاث متميز في البطاريات بمدينة فاس، بالشراكة مع الجامعة الخاصة للمدينة وجامعة مولاي إسماعيل، لإعداد المهندسين المغاربة لبدء العمل في مشاريع تخزين الطاقة والبطاريات الكهربائية. فتمكنوا بالفعل من العمل على تطوير سرعة شحن البطاريات بحيث لا يتعدى وقت الشحن 5 دقائق، والذي يمثل ثورة علمية ورقم قياسي عالمي.
فهو يمثل أقل من الوقت اللازم لملء خزان السيارات العادية بالوقود. كما بدأ العمل في إنشاء مصنع لتصنيع أجهزة الشحن السريع للسيارات الكهربائية والهواتف الذكية، والتي سيتم استخدامها أواخر عام 2023 لشحن سيارات رينو المصنوعة أيضا في المغرب. كما يهدف أيضا إلى إنشاء أول مصنع جيجا فاكتوري في إفريقيا والعالم العربي لتصنيع بطاريات السيارات على غرار مصنع تسلا. لكن ما يجعل كل هذا ممكنا هو امتلاك المملكة المغربية لما يكفي من المعادن الضرورية التي تدخل في هذه الصناعة. وكما سلف ذكره في حلقة سابقة أن جبل تروبيك وحده يحتوي على معادن تكفي لتصنيع 250 مليون سيارة كهربائية. فأدعوكم لمشاهدة هذه الحلقة المهمة، كما أدعوكم إلى المشاركة في القناة ليصلكم كل جديد. دمتم في رعاية الله.